لكل عشاق ومحبي ومتابعي النادي الأهلي، لكل اللي عايز يعرف عن آخر تطورات الصفقات الجديدة في النادي الأهلي وخصوصا صفقة اللاعب محمد بن رمضان، يشوف معانا الفيديو ده لأن هنقول لكم على معلومات فيه كتير من الناس مش واخد لباله منها. فيلا مع بعض نشوف صفقة محمد بن رمضان إيه اللي حصل فيها وإيه آخر التطورات اللي وصلت ليها. حدث تحول مفاجئ خلال اليومين الماضيين في صفقة الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان، بشكل يمكن معه ضم النجم التونسي في فترة الميركاتو الصيفي، بالرغم من الأنباء الواردة من داخل النادي الأهلي والتي كانت تشير إلى ابتعاد المارد الأحمر عن علي بن رمضان بشكل كبير. هنعرف مع بعض من خلال فيديو النهاردة سبب أساسي ورئيسي في توقف أو تعطيل صفقة محمد بن رمضان إلى الآن. فوفقا لمصادر في الأهلي، سبب تعطيل صفقة بن رمضان لم يكن ماليا على الإطلاق، وبسبب قائمة الأجانب في الأهلي، حيث تم التعاقد مع أشرف داري بدلا من القندوسي، لأنه كانت الأولوية في الأهلي التعاقد مع مدافع أجنبي بعد احتراف اللاعب محمد عبد المنعم في نادي نيس الفرنسي. كما تم الاستقرار على ضم مهاجم مصري ليصبح بديل ثاني للفلسطيني وسام أبو علي بعد محمود عبد المنعم كهربا في خط الهجوم. وقال المصدر إنه كان على مدار اليومين الماضيين تجدد الحديث في الأهلي عن إمكانية التعاقد مع بن رمضان، بعدما طرح البعض فكرة رحيل التونسي علي معلول أو الجنوب إفريقي بيرسي تاو على أن يتم ضم بن رمضان بدلا من أحدهما. وأكد المصدر أن الأهلي لا يجد صعوبة في إتمام صفقة بن رمضان على الصعيد المالي، حيث أن الأمر محسوم مع النادي المجري واللاعب منذ فترة، لكن الأزمة التي تسببت في إغلاق الصفقة منذ أيام تمثلت في عدم وجود مكان في قائمة الأجانب في صفوف الفريق. وأوضح المصدر أن الأهلي وجد أن الباب مواربا للتعاقد مع علي بن رمضان عن طريق بيع بيرسيتاو الذي ارتبط اسمه مؤخرا بعروض من الوداد المغربي وبعض الفرق في جنوب افريقيا، الا ان اقتناع علي معلول بعدم قيده في الموسم المقبل، خاصة وانه لن يعود للمباريات قبل شهر نوفمبر المقبل. واشار المصدر الى ان الاهلي يترقب خلال اليومين المقبلين رحيل معلول من اجل التعاقد مع بن رمضان بدلا منه، وفي حال فشل محاولات اقناع معلول بالرحيل او احتراف بيرسيتاو فسيتم إغلاق ملف التعاقد مع علي بن رمضان نهائيا. يذكر أن الأهلي تفاوض مع محمد علي بن رمضان منذ فترة، وكان هناك اتفاق تام على إمكانياته الفنية الكبيرة، لكن مسؤول الأهلي أوقفوا التفاوض معه بسبب قائمة الأجانب في الفريق. وتضم قائمة الأجانب في الأهلي 5 لاعبين في الوقت الحالي، هم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والتونسي علي معلول، والمغربي رضا سليم، والجزائري العائد من الإعارة أحمد القندوسي، والمغربي يحيى عطية الله الذي تم التعاقد معه مؤخرا من فريقه الروسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي. ومن المقرر أن يقوم الأهلي بإعارة القندوسي من أجل قيد المدافع المغربي أشرف داري الذي تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية من فريق. ومن المقرر أن يقوم الأهلي بإعارة القندوسي من أجل قيد المدافع المغربي أشرف داري الذي تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية من فريق بريست الفرنسي، وبذلك ستكون قائمة الأجانب في الفريق قد اكتملت. دعونا ننتظر الأيام المقبلة ماذا تخبئ لنا قبل ميعاد 31 أغسطس وقفل القيد الأفريقي للنادي الأهلي. كل التوفيق للمارد الأحمر. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل جديد.